حبايب قلبي، رجعت لكم تاني. هنقول برضو بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى كانت الشوربه خلاص، اللحمه خلاص كانت يعني دخلت في مرحله السوا. هنا كنت بوريكم الشوربه بيضه ازاي وحلوه، يعني ما عليهاش بقى ريم ولا عليها اي حاجه، لان ايه بتشيليه اول باول. تمام. هنا بقى انا هعمل الصلصه. الصلصه دي بقى يا جماعه فيها بقى سر. الايه هو السر؟ هنيجي واحده واحده. هنا بقى انا نزلت بمعلقه توم محترمه يعني كده، مفرومه كويس جدا. ايه هفضل بقى اصفر فيها. هنزل عليها بقى بشوية خل. هنا بقى بصفر التومة كويس قوي، ما بخليهاش تحمر، يا دوبك تصفر والريحة تطلع بس، عشان ما ايه كل ما بيحمر التوم بيمرر. تمام. هنا بقى انا خليته اصفر. هنزل بقى عليه بربع كوباية خل. تمام. برضو يعني ايه هقلب برضو فيه كده تقلبتين، وهغطيه دقيقة وهركشف عليه تاني، يعني ما خدتش حتى الدقيقة. نزلت هنا طبعا بقى بالطماطم او بالصلصة. هنزل بقى بالصلصة دي، هحط عليها شوية فلفل اسود ومعلقة سكر، معلقة صغيرة كده سكر. السكر يا جماعة ما بيعملش ايه، يعني بيخلص، يعني بصرف النظر ان هو بيعمل يعني عشان الحموضة والكلام ده، إيه بيخلي الصلصة مسكرة كمان، يعني مش مسكرة هو السكر ده، لا، يعني تحسي فيها انها ايه، يعني حلوة مسكرة، يعني انا مش عارفة اوصفها لك، هي مسكرة وخلاص. تمام. هنا بقى كان عندي العيش، بقى عيش بلدي طبعا، الفتة ما تتعملش يا جماعة إلا غير بعيش بلدي. تمام، عشان نبقى متفقين يعني. هنا بقى الصلصه كانت خلصت، كانت اتسبكت كويس جدا. هعملها بقى الطشه بتاعتها. الطشه بتاعتها دي بقى عباره عن ايه؟ هنشوف دلوقتي. الطشه دي عباره عن برضو معلقه توم، بس مش كبيره قوي، معلقه توم هفضل برضو هصفر فيها، هصفرها. وهنزل مع معلقه التوم دي بمعلقه كزبره ناشفه. تمام. معلقه الكزبره الناشفه دي بقى تحفه يا جماعه، او الطشه دي تحفه يا جماعه على الصلصه، جربيها وشوفيها. تمام. هنا بقى انا يعني هنزل بقى بالطشه ديت على الصلصه نفسها. انا هفضل بقى اشوح فيها كده او احمر فيها كده لحد برضو الريحه ما تطلع. هنا بقى انا كنت حطيتها، ما عرفتش اشيلها لان الحله دي ملهاش ايد، فانا فصلت لحد ما حطيت الطشه على الصلصه. تمام. هنا بقى كان الرز اتشرب معايا خالص. هنا بقى كنت بشوفه. هنا بوريكم الرزيه يعني مفرفره ازاي او مفلفله ازاي. دي بقى الصلصه كانت خلصت معايا، واللحمه كانت خلصت. هنا بقى طبعا هحمر العيش. ممكن تحطيه في الفرن، وممكن يعني انا بحمره برضو في معلقه سمنه او معلقه زبده على البوتاجاز من فوق. تمام. هنا بقى هفضل بقى احمر في العيش، وهحط برضو عليه شويه فلفل اسود. برضو التركيه دي يا جماعه حلوه قوي، بتخلي العيش برضو يعني حلو، طعمه حلو. هنا بقى بوريكم طبعا برش الفلفل الاسود عليه، احمره برضو شويه لحد ما يحمر. مش هينشف قوي معاكي، لا هو هيحمر بس، وكده كده هيتحط في الرز وعلى الصلصه هيبقى طري يعني. هنا بقى انا كنت خلصته كده بقى، خلاص الاكل كده جهز معايا. اللحمه خلصت، الرز خلص، الصلصه خلصت، العيش كده تمام خلص معانا. هنا بقى خلاص بدأت بقى ان انا اجهز الاكل. طبق الفتة ده يا جماعة كل بياكله، كل بيعشقه، من الصغير للكبير. يعني انا عندي هنا ولادي ما شاء الله عليهم، يعني يحبوا الفتة قوي. ما احنا بنستناش بقى للعيد بقى وللكلام ده، لا الفتة دي احنا بنعملها على طول باستمرار. هنا بقى كنت انا حطيت مغرفتين رز تحت، مغرفتين كبار يعني، رز تحت، وبحط العيش في النص. تمام. وهنزل بمغرفة صلصة على العيش نفسه من فوق. ليه بقى؟ الصلصة ديت هتطعم الرز وهتطعم العيش، وفي نفس الوقت هتطري العيش. جربي الحركة ديت، حلوة قوي. هنزل برضو بمعلقتين كبار رز على الوش. تمام كده. هغطي بقى طبعا الصلصة بالعيش، هغطيه بالرز خالص، مش هخلي بقى حاجة باينة خالص، ولا رز ولا ايه، ولا عيش ولا صلصة. تمام. هنا بقى بفرد بقى الرز طبعا على الصلصة كلها. هنا بوريك ازاي، بقولك انا هنا يعني ايه فردت الرز كله. هنزل بقى بالصلصة. نزلت هنا بقى بالصلصة كده. العين يا جماعة بتاكل قبل البق، لازم تظبطي الاكل.
عشان يبقى ليكي نفس تاكلي، ولادك ليهم نفس ياكلوا. ادام انت صرفتي على الاكله، او انت تعبتي في وقفتك انك تحضري الاكل وبحب وكل حاجه، لازم بقى تظبطي الاكله بقى. يعني ازاي تقدمي الطبق، ازاي ازاي يعني ايه، ازاي تقدمي الطبق هي كده، ازاي تقدمي الطبق، انت فاهمه كده. هنا بقى طبعا طلعت بقى اللحمه. انا عايزه تحمريها حمريها، انا كده انا بسلقها بس ما بحمرهاش، يعني بعد السلق لا، ما بحمرهاش. انا بقى كده كنت غرفت الاكل، جهزته، الصلصه معايا والشوربه، وطبعا عصره ليمون على الشوربه. هنا بقى اللحمه برش على شويه فلفل اسود وشويه ملح بس، ما بحطش عليها اي حاجه تانية، ولا بحمرها يا جماعه. بحس انها بتبقى ناشفه كده معايا، لكن هنا اللحمه بتبقى طريه. تمام. وتفضلوا بقى معانا، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ويلا باي باي.